السلام عليكم ورحمة الله متابعين الغاليين، اهلا وسهلا بيكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض احلى واسهل واوفر تحلية، حاجة كده هتعملوها في 5 دقايق ومع ذلك هتطلعوا حاجة جميلة جدا ومش مكلفة خالص خالص، وهتعملوا منها صنفين بطعمين مختلفين. بجد طعمها جميل جدا وهتعمليها بدل عشاء او فطار، حاجة خفيفة وسريعة. آه، دي طعم ودي طعم رغم انهم معمولين مع بعض في حلة واحدة. هنشوف بقى، نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ونقول هنعمل الصنف ده ازاي. طبعا دي شعرية. هتجيبي الحلة بتاعتك طبعا، تحطيها على البوتاجاز لحد ما تسخن، وبعد كده بتنزلي عليها بشوية من الزيت، معلقتين من الزيت ومعلقتين من الزبدة او سمنة على زبدة. السمنة كده تبقى بلدي او حاجة تدي طعم حلو. ونبدأ بقى نحط الشعرية بتاعتنا، كوبايتين شعرية او نص كيلو من الشعرية. تمام كده. ونقلب الشعرية تقليب مستمر لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو. شايفين اللون ده؟ مش عايزينها تبقى لون موحد، يبقى كلها لون واحد، ما يبقاش فيها حاجة محمرة وحاجة لأ. يبقى ايدنا فيها على طول باستمرار، عشان هي لو ما عملتيهاش باستمرار ممكن تلون منك ويبقى حاجة غامقة عن حاجة. وطبعا دي هنعمله صنف حلويات، ما ينفعش يبقى كده. حطينا رشة ملح، ده ضروري تحطي رشة ملح، حتى لو هو صنف حلويات تحطي رشة ملح. وبعد ما بتحمر كده وتاخد اللون الذهبي بقى بنبدأ نزودها. طبعا الكوبايتين من الشعرية ياخدوا 3 كوبايات ونص من السائل، او كوبايتين ونص من السائل، يعني بتعامليها معاملة الرز بالظبط. فانت هتحطي كوباية واحدة من الحليب والباقي هيبقى مية. كوباية واحدة من الحليب والباقي يبقى مية. تمام كده. هتنزلي بقى ب2 باكت من الفانيليا، وهي متزودة كده، قبل ما ايه، قبل ما تغطي عليها وتقلبي كويس جدا قبل ما تغطي. وبعد كده تغطي وتسيبيها بقى على نار عالية لحد ما تغلي. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والتعليق المحفز، وفعلوا زر الجرس يا جماعة، علشان كل وصفة بنزلها يجيلكم ان انا نزلت الوصفة وتتفرجوا عليها. ويا رب دايما اكون بفيدكم. طبعا كده هي استوت. شايفين؟ عايزه اوريكم ان هي طبعا لو زودتوا اللبن عن كوبايه بتطلع معجنه، لكن انا عملت كوبايه واحده بس والباقي كان ميه، فطالعه ما شاء الله مفلفله وحلوه جدا. هنبدا بقى نحطها في الاطباق ونعمل منها، شفتوا اتعملت في ثواني. ونعمل بقى الصنفين، يبقى هما استووا اهم في حلة واحدة، ولكن انا هعملهم بصنفين. اول حاجة بحط الطبق كده وبرش عليه السكر البودر والمكسرات. المكسرات بقى المتاحة عندك لوز مجروش، او سوداني، فول سوداني، او جوز الهند، او زبيب. اي مكسرات تقدري تحطيها بعد ما ترشي السكر كده عليها، وممكن تحطي عليها سكر بس بدون اي مكسرات. عايزه اقولك ان هي تحلية ما بتتكلفيش فيها شيء نهائي، كله من مطبخك، ما بتجيبيش حاجة من بره. حاجة سهلة جدا وحاجة طعمها لذيذ قوي. ده كده اول طبق هنعمله. الطبق التاني بقى هنعمله
بالحليب. تمام كده. هنحط برضو الشعرية ونضيف عليها السكر بتاعها، او نحط الحليب ونحليه ونضيفه على الشعرية. تمام. يبقى الموضوع ما تكلفش معانا غير شوية شعرية وشوية حليب، والسكر من البيت والشعرية كمان انت دايما موفراها في بيتك علشان الرز بتاعك وحاجات زي كده. تمام. وبكده يبقى جينا لاخر الوصفة، وبكده الوصفة خلصت والفيديو بتاعي خلص. يا رب اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، واستنوني في كل فيديو جديد وكل وصفة جديدة مع يوميات وحكايات مع جنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله.